المصرية. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهارده معانا نجم كبير من زمن الفن الرائع الجميل، الأستاذ ناجي رزق الله. أهلا وسهلا أستاذ ناجي. اهلا بحضرتك استاذ اسماعيل. منور قناة العلوم المصرية دايما. الله يخليك حضرتك. احنا النهارده بنتكلم على فيلم عمل الأستاذ ناجي، عمل جميل جدا، فيلم مجتمعي رائع وتوعية للشباب. هيكلمنا عنه ايه رسالة الفيلم مع الأستاذ ناجي رزق. والله رسالة الفيلم الفتاة الضائعة اللي أنا عملتها على قناة عيون مصرية، أنا بوعي الشباب اللي هي بتتكلم وطول الليل بتنوم عينيها على النت، البنت سوى البنت أو الولد. فبصراحة أنا بوعيهم إن بلاش من المواضيع إن أنا أتعرف واحد على طريق النت وواحد اتعرف على واحدة عن طريق النت. لا، أنا بوعي في الفيلم ده الموضوع دوت. حضرتك يا أستاذ ناجي، أنت شايف إن الوالدين لهم دور في التوعية بتاعت ولادهم؟ طبعا يا أستاذ إسماعيل، إزاي؟ ده أهم حاجة. الأب والأم في توعية ويخلي بالهم من عيالهم. ولو الأب والأم لقوا البنت بقى لها فترة كبيرة مقفول عليها الباب، ده لازم يخلي باله، يشوف هو بيتكلم مين وبتعمل مين وصاحبه مين. كلام حضرتك مظبوط ورسالة قوية جدا للوالدين وخاصة الأم. احنا بنقول للأم يا جماعة لازم ممارسة المتابعة على أولادك سواء ولد أو بنت. بالظبط. أستاذ ناجي الفنان الكبير، حضرتك خرجنا من مضمون الفيلم بحاجة كويسة للمجتمع، يعني ممكن تأثر في الوالدين؟ ايوه، هو ده اللي انا وصلته للناس، ويا رب يكون يعني يعجبوا بيه ويعملوا باللي انا قلته، يعني بالرساله دي. احنا مش عايزين نحرق احداث الفيلم يا استاذ ناجي، وان شاء الله باذن الله المشاهد يتفرج على الفيلم فتاة رائعه، وان شاء الله باذن الله يعجبكم، ورساله قويه جدا للمجتمع. واحنا بنشكر حضرتك على الاعمال الجميله اللي بتقدمها يا استاذ ناجي. وانا بشكر حضرتك يا استاذ اسماعيل، وبشكر القناه اللي انتوا دعيتوني النهارده ان انا اتكلم على فيلم الفتاه الضائعه بتحت اشراف السياده المستشار اشرف ممدوح، هو اللي بيدعمنا. واشكرك يا استاذ اسماعيل. الشكر لله، واحنا بنشكر معالي المستشار الاستاذ اشرف ممدوح، وبنشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. نشكركم وان شاء الله بنوعدكم لقاءات قادمه ان شاء الله، وهنرجع زمن الفن القديم. بنشكركم من قناه عيون مصريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.